ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وهنا. كل سنه وانتم طيبين وينعاد عليكم الايام بخير. هنا الوراك عملتها محشيه، مش حمام كداب خالص. طبعا عايزه استغل الوقت، عملتها في صينيه بطاطس وحشيتها وشويتها. شفتوا عامليها ازاي؟ طبعا جبت وراك، طبعا هتشوفوها بالتفاصيل. منتهى الجميل ومستويه زي الفل. سويتها في الصينيه، ما احتاجتش تتسلق ولا اي حاجه. بصوا مستويه زبده، والله كان زي الفل. طبعا انا عايزه اطلع لكم كمان الرز واوريه لكم، بس بصراحه مش عايزه ابوظ شكلها. لو لقوها كده مش هيرضوا ياكلوها ويقولوا لي ناخد السليم. بص حبايب قلبي، بصراحه كانت تحفه تحفه تحفه. صلوا على الحبيب المصطفى. خش شوفوا المصطفى عملته ازاي. طبعا كان عندي كبد وقوانص قطعتها زي ما انتم شايفين. بشرت بصلايه ومعلقه سمنه بلدي. الصينيه قطعت بصل طرنشات وبطاطس طرنشات وطماطم وفلفل رومي. عايزه فلفل الحار حطي براحتك. ورحت مقلباهم على بعض بفلفل اسمر وملح ومخليهم زي كده. حضرت كلهم، يا دوبك واقف على حاجات بسيطه انا هعملها. طبعا وغاسله الوراك، كنت عامله لها محلول نقع، سكر وملح وليمون، وخليها زي الفل. وفتحت بصوا الجلد زي ما انتم شايفين، مش فاتحاه للاخر، فاتحه كده بس ان انا هحشيه. ماشي، ولا هيتخيط ولا عايزه خله ولا عايزه اي حاجه. طبعا نبتدي تدريجيا نعمل اول حاجه ايه. طالما غسلنا الوراك حلو صفيناها وقطعنا البطاطس، نخش نعمل رز الحشو. بصلايه مبشوره حلو زي الفل كده، وعليها معلقه سمنه، ونجري بيها على النار. ونفضل نشوح نشوح في البصل لحد ما يدبل، مش ياخد لون، مش عايزاه يحمر خالص. بصوا انتوا هنا صينيه بطاطس، ممكن تعملي جنبها رز، ممكن تعمليها جنبها مكرونه، ممكن تجيبي جنبها شيبسي، براحتك خالص. احنا والله ما جبنا اي حاجه جنبها الا بقى يعني كلناها بعيش. كل واحد خد منابه لان هي بتلكم. الرز فيها والبطاطس فيها والطماطم كل حاجه فيها. زي ما انتم شايفين بصراحه كانت عمليه جدا وكانت جميله ومشبعه. يعني عملتها اكتر من مره، ولقيتهم بصراحه حبوها، يعني داومت ان انا اعملها. هنا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتم شايفين حتى في بطاطسايه زيت ما رضيتش اكتر عشان ما تتركنش عندي. انا مش عايزاها تتركن، انا عايزه اعمل حاجات تتاكل يعني اول باول ما تقعدش عندي. زي ما انتم شايفين هنا حطيت الطاسه على النار، والبصله دبلت، وهرمز عليها بالكبده، فلفل اسمر وملح، وافضل احور فيها وماجي. الماجي بيطعم الاكل، بيخليه بصراحه تحفه جدا بامانه يعني. وافضل اشوح رايح جاي كده، اشوح فيها يمين شمال يمين شمال لحد ما تلاقوا الكبده دبلت ونزلت ميه، سردت ميتها وبقت زي الفل. ماشي كده، مش هنحط الرز الا لما الكبده تتشوح حلو كده، واحس ان هي دخلت على سوا عشان ما تبقاش زفره. هنا غاسله الرز ومصفيه. بصوا الكبده هنا شكلها عامل ازاي. انا ما عرفتش اوريها لكم قبل ما افضي لاني بصور بايد وبفضي رز بايد. حطيت فلفل اسمر وملح، وهشوحها بقى واقلبها. طبعا انتوا شايفين ان الكبده دخلت على سوا، الدليل ان الزيت بصوا، زيت او سمنه الكبده باينه اهي. هنا ما شاء الله افضل اشوح فيها بقى، واديها ربع كوبايه ميه بس، ما تحطهاش نيه لان مش هيستوي معاكي الرز. شوح فيها حلو كده، ونحط عليها الميه. شفتوا ننزل بربع كوبايه ميه بس، مش هنكتر ميه. ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه على حسب الرز اللي انت عاملاه بقى. طبعا الورك يا جماعه بياخد معلقتين رز كبار مع الكبد والقوانص مع التتبيله والبصل، عشان ما يضربش منك. تخليه بالظبط يعني ايه، مش مكتوم، عشان مع الغلي الصينيه ممكن يطرشق منك يبوظ الدنيا. الرز يطلع مع البطاطس تبقى حالته مش حلو، وكمان بيبقى شكليا مش حلو. هنا الرز اتشرب وزي الفل اهو زي ما انتم شايفين. انا مش فاكره حطيت الميه، حطيت الميه، ما هو بيبقبق اهو. هيتشرب وانقله بقى في طبق تاني عشان البرستيج، عشان اعرف احشيه قدامكم كده. طبعا في الانجاز عشان نلحق ايه، ناكل يعني. هنا اللهم بارك، ولو عندك ضيوف وتعمليه شكله عظمه عظمه العظمه يا ام مسلم. صلوا على الحبيب المصطفى يا ولاد. بصوا هنا، بص حطيته ازاي، فضيته في طبق عشان اعرف احشيه قدامكم، وبالمعلقه وفاتحه الجلد كده. وتفضلي تحشي وتوزعي الرز، توزعيه لدرجه ان هو يخش عند الدبوس. انا عامله قلب كده في الدبوس، يعني حته يخش فيها، يعتبر الورك كله محشي، ولا هنخيط ولا نقفل بخله. بصوا هنا اهو في الدبوس شايفين. وطبعا عامله حساب لما يزيد كده موزعه الرز كله في الاماكن كلها، واحطه في الصينيه زي ما هو كده اهو. شايفين كده، هحشي بقى الوراك كلها واوريها لكم. طبعا هي ما بتاخدش منك وقت خالص، انت بتبقي محضره كله. هنا زي ما انتم شايفين رصيتها، ورحت مزوداها كوبايه ميه. المقطع ده معلش سامحوني اتقطع. زودتها كوبايه ميه ولعت على النار، تاخد وتدي بشكل ودي، وطلعتها حطيتها في الشوايه. دي يا ام اسلام الاطفال مش عايزين محشيه،
فاضطريت ان انا بصراحه اعملها لهم لوحدها كده. ايه رايكم؟ لايك وشير وشير الفيديو لاكبر عدد عشان يوصلكوا كل جديد. هنا يا قلب اختك بتجيبي اطباق زي ما انا جايبه كده، وتطلعي لكل واحد منابه في طبق ياكل مع نفسه بقى. عايزه تعملي رز، تعملي مكرونه، تعملي شيبسي، تعملي، بس ايه، البطاطس موجوده. مش عايزين نعمل نشويات كتير عشان بعد كده ايه، ما يعني الرجيم. يلا اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.